بيبدأ المسلسل مع سام اللي عنده محل بيبيع فيه نباتات، وبنشوفه وهو بيكلم كاس مراته وبيبقى منفعل لأنه اتسرق من مكتبه 40,000 جنيه استرليني. ولما بتسأله كاس أصلا عن سبب احتفاظه بالمبلغ ده في مكتبه بيعرفها إنه كان هيسلمه لإيدي النهارده، وإن ده لو ما حصلش هيحصل لهم مشاكل في شغلهم، فبتقترح عليه إنها تبلغ الشرطة، فبيمنعها لأن الشرطة أكيد هيسألوه عن سبب احتفاظه بالمبلغ ده كشف مكتبه، وهيعرفوا إنه عايز يقدم رشوة لإيدي. وبعد شوية بيوصل سام للنهر عشان يحيي ذكرى ابنه اللي توفى، وبيبقى معاه تيشيرت ابنه، فبيسيبه في النهر وبيبقى ظاهر عليه إنه حزين جدا. ولما بيمشي في الغابة بيسمع أصوات عالية، فبيروح عشان يتفاجئ بوجود بنت مراهقة ومعاها طفل بيساعدها وبيشجعها على الانتحار، فبيجري سام بسرعة عشان ينقذ البنت، وبينجح فعلا سام انه ينقذها. ولما بتفوق بيحاول يخليها تتنفس وبيعرفها انها لازم تروح للدكتور، فبترفض البنت، فبيحاول يقنعها وبيسألها عن اسمها، فبتعرفه ان اسمها ايبونا، وبتترجى انها مش عايزة تروح للدكتور، فبيقترح عليها انه يوصلها لبيتها. وفي الطريق بيعرفها سام انه هيقدر يساعدها لانه كان بيشتغل اخصائي اجتماعي وكان بيحل مشاكل المراهقين اللي زيها، فبتعرفه ايبونا انه مش هيقدر يفهم مشكلتها، فبيحاول يطمنها وبيعرفها على نفسه عشان تثق فيه ويبقى في بينهم تواصل، وبيعرفها ان عنده بنت في نفس سنها تقريبا، لكن ايبونا بترفض تتكلم، فبيسالها عن مكان بيتها، فبتعرفه انها عايشه في جزيره اسمها اوسي، وبتبقى الجزيره دي في البحر وليها جسر وسط البحر، وعشان يقدر يوصل لها لازم يستنى لساعه معينه عشان ميه البحر تنحصر والجسر يظهر. ولما بيوصلوا للبحر بتبقى لسه الميه مغطيه الجسر، فبينزل سام العربيه عشان يكلم ايدي، ولما بيلاقي تليفونه مقفول بيسيب له رساله وبيبلغه فيها ان الفلوس اتسرقت، وبيرجع للعربيه وهو متضايق، وبيعرف ايبونا انه مستني اتصال مهم ولكنه مصمم يوصل لها ويطمن عليها. وبيوصلوا للجزيره وبيبقى سام مستغرب لانه حاسس ان المكان مألوف بالنسبه له، ولما بتساله ايبونا لو كان جه للجزيره قبل كده بيعرفها ان عمره ما جه للجزيره، وان جده كان مجند في الجزيره دي وقت الحرب، وده اللي خلاه يعرف المكان. فبتفهموا ايبونا انهم ما عندهمش وقت وانه لازم يوصلها ويرجع قبل الساعه 5 لان الممر هيتغطى بالميه ومش هيفتح تاني غير بكره الصبح. فبيكمل سام طريقه وبيقابلهم ناس لابسين ازياء غريبه، فبتعرفوا ايبونا ان اهل الجزيره عندهم مهرجان ديني والسنه دي هيبقى مختلف لانهم سمحوا للاغراب بالدخول. فبيسالها سام عن عدد سكان الجزيره، فبتعرفوا ان عددهم 93، فبيستغرب سام انهم 93 وبيعملوا كل الاحتفالات دي، فبتاكد له ايبونا انه مش هيقدر يتخيل اللي الناس دول ممكن يقدروا يعملوه. ولما بيوصلوا لمكان قريب من بيت ايبونا بتطلب منه انه يمشي، فبيعرفها انه مش هيعمل كده غير لما يطمن عليها، فبتطلب منه انه يوصلها لبار مارتن ومراته لانهم طيبين وهيساعدوها. فبيحاول سام يقنعها انها تتكلم معاه لو في حاجه مخوفاها او بتتعرض للايذاء، فبتشكره ايبونا انه بيحاول يهتم بيها. وبيوصلوا لبار مارتن وبيحكي لهم سام كل اللي حصل، فبتحاول ميس مارتن تطمنها وبتطلب منها تدخل معاها، فبتترجاهم ايبونا ما يعرفوش ابوها. وبيخرج سام عشان يكلم ايدي، فبيتفاجئ ان الجزيره ما فيهاش شبكه. ولما بيرجع سام للبار بيلفت نظره الصور الغريبه اللي موجوده فيه، واللي بيبقى بينهم صور لناس اموات وصوره لمجموعه اشخاص وواضح انها قديمه جدا. فبيدخل مارتن وبيعرفه انها صوره فريدريك تشارينجتون صاحب مصنع بيره ومؤسس الجزيره، فبيطلب منه سام يستخدم تليفونه لان مفيش شبكه وهو عايز يعمل مكالمه ضروري. فبيعرفوا مارتن ان في اعمال صيانه وان ده المتسبب في قطع الارسال، فبيعرفوا سام انه محتاج يعمل مكالمه لايدي لانه تعرض للسرقه في شغله ولازم يتواصل مع ايدي. وبعدها بيسال عن ايبونا، فبيعرفوا مارتن انها بقت كويسه جسديا ولكن نفسيا هي بدات تحس بالذنب بسبب اللي عملته. فبيسالوا سام لو كانت اتكلمت معاهم لانها كان معاها ولد واختفى، فبيعرفوا مارتن انها قالت لهم انها كانت لوحدها، فبيشك سام انها مخبيه حاجه بخصوص والدها. فبيفهموا مارتن ان والدها جيسون راجل طيب برغم انه ممكن ما يبقاش متحضر زي اغلب اهل الجزيره. وبيسالوا لو ان عنده اولاد، فبيعرفوا سام ان عنده بنتين وولد. فبيبدا مارتن يحكي له انه ما رزقش باطفال برغم ان مراته حملت 7 مرات لكنها كانت بتجهض، وده مخليهم حاسين ان في حاجه ناقصاهم. وبيعرض على سام انه يفضل معاهم الليله، وبيعرفوا انه عنده غرفه فاضيه ممكن يبات فيها، فبيأكد له سام انه لازم يرجع عشان عيلته. ولما بيروحوا لعربيه سام بيكتشفوا ان في عربيه قافله عليها، فبيروح مارتن عشان يدور على داني صاحب العربيه، وبيكتشف انه مش موجود في البيت الكبير واللي بيبقى بيت حاكم الجزيره. فبيتضايق سام لما بيعرف ان الممر هيتقفل في خلال 20 دقيقه تقريبا، وده لانه لازم يرجع عشان مشكله الفلوس اللي اتسرقت. فبيجدد مارتن عرضه وبيعرفوا انه ممكن يفضل معاهم وهو هيديله الغرفه الفاضيه مجانا. فبيتعصب سام وبيعرفوا انه لازم يمشي، وبيعرفوا انه اتسرق منه 40,000 جنيه. فبيسالوا مارتن ليه هو محتفظ بالمبلغ ده في مكتبه، فبيعرفوا ان ايدي اللي كان بيحاول يكلمه بيشتغل ضابط تخطيط، وهو كان مجهز الفلوس دي عشان يدفع له رشوه عشان يجيب له موافقات تخص شغله.
فبيسالوا مارتن مين غيره يعرف موضوع الفلوس، فبيعرفوا ان هو وايدي بس اللي يعرفوا. فبيشككوا مارتن في ايدي، وخصوصا لما عرف انه من اصول افريقيه، وبيعرفوا ان هو اللي سرق الفلوس لانه طمع في المبلغ، وبيقترح عليه يكلمه ويعرفوا انه متهم في سرقه الفلوس، ويهدده انه ممكن يبلغ الشرطه ويسجنه. وبعدها بيوصل سام للجسر وبيبقى خلاص الميه غطته، فبينزل من العربيه وبيشوف الطفل اللي كان مع ايبونا لما حاولت تنتحر، فبيمشي وراه وبيتفاجئ انه اختفى في الغابه، فبيحاول يلاحقه وبيدخل ورا الغابه، وبيقدر الطفل يختفي في الغابه وما بيقدرش سام يوصل له. فبيرجع لبيت مارتن، ولما مش بيلاقيه بيطلع للغرفه عشان يرتاح، وبيتفاجئ بوجود واحده ست اسمها جيس في الغرفه، فبيعتذر لها وبيعرفها ان مارتن قال له انه الغرفه فاضيه. فبتغضب جيس وبتطلب منه يخرج، وبعدها بتنزل وبتلومه انه دخل اوضتها، فبيعرفها انه كان فاكر ان الغرفه فاضيه، فبتعرفه انها اجرت الغرفه من مارتن. وبيبقى ظاهر على سام انه مضطرب وبيحاول يتكلم في التليفون، فبتعرفه جيس ان تليفونها مش شغال، فبيطلب منها يعمل مكالمه ضروريه، فبتعرفه ان معاه 3 دقايق وبعدها الخطوط هتقطع لحد يوم الاثنين بسبب صيانه الخط الرئيسي. فبيقرر سام يكلم ايدي وبيهدده انه لازم يدخل للجنه التخطيط ويقنعهم يوافقوا على طلبه، لانه عارف ان هو اللي سرق الفلوس، ولو ما نفذش اللي بيطلبوا منه هيبلغ عنه الشرطه. فبيعرفوا ايدي انه مع زوجته في المستشفى، وان عنده اثبات انه كان في المستشفى وقت سرقه الفلوس. فبيحاول سام يصلح موقفه وبيعرفه انه مش هيبلغ الشرطه، لكن ادي بيعرفه انه مش هيوافق له على طلبه وبينهي المكالمه. فبيرجع وهو محبط، فبتحاول جيس تتكلم معاه عشان تفهم اللي بيحصل، فبيعرفها انه اتسرق منه 40,000 جنيه. ولما بيسالها عن سبب وجودها في الجزيره بتعرفه انها جايه عشان تحضر المهرجان، وده لانها بتعمل دراسات عن الطقوس اللي بيعملوها اهل الجزيره. فبيسالها عن رايها فيهم، فبتعرفه انهم ناس طيبين لانها جات للجزيره اكتر من مره وكانوا بيتعاملوا معاه بشكل لطيف، وانهم ممكن يبقوا متشددين دينيا وبيحاولوا يحموا اسلوب حياتهم وده من حقهم. وفي الوقت ده بيدخل واحد من اهل الجزيره اسمه لاري وبيتعامل معاهم باسلوب سخيف، وبتحاول جيس تتكلم معاه فبيتجاهلها. وبيوصل مارتن ومعاه مجموعه من اصدقائه، وبتقرر ميس مارتن تطرد لاري وبتطلب منه يرجع لبيته. وبيقترح عليهم مارتن انهم يقسموا الغرفه لانه ما كانش عارف ان سام مش هيلحق يعدي الجسر. وبيعرف سام ان الممر هيفتح الساعه 7:30 تقريبا، وبيوعده انه هيصحيه قبل الميعاد ويقدم له فطار ويوصله للممر عشان يقدر يمشي بامان. وما بيبقاش قدام سام وجيس حل تاني، فبيوافقوا على اقتراح مارتن اللي بيعزمهم على مشاريب مجانيه. وبعدها بيبداوا سهرتهم مع اهل الجزيره وبيظهر انهم مبسوطين. وبيدخل سام للحمام وبيتخيل نفسه بيجري في الغابه عشان يلحق الطفل اللي كان مع ايبونا. وبيدخل لمبنى مهجور وبيشوف الطفل وهو لابس قناع ومعاه مقص، وبيشوف نفسه وهو بيصرخ. فبيصحى وبيلاقي نفسه في العربيه وجنبه شنطه، ولما بيفتحها بيلاقي فيها فلوس فبياخدهم وبيدخل لبيت مارتن. وبعدها بيشوف سام كابوس تاني وبيلاقي نفسه قدام كرفان بيتحرق. وبعدها بيشوف نفسه في البيت المهجور ولابس ملابس غريبه وبيأذي نفسه وايديه مليانه دم. فبيصحى من النوم مفزوع وبيكتشف ان النهار طلع، وبيكتشف انه اتاخر. فبينزل يلوم مارتن اللي بياكد له انه ما حبش يزعجه لانه سهر امبارح، وبيوعده انه هيوصله لما الممر يفتح الساعه 4 العصر. وبيروح سام على الشط وبيقابل جيس واللي بتبقى عايزه تبقى لوحدها بسبب انها محرجه من اهل الجزيره لانها باتت معاه في غرفه واحده. ولما بتساله عن سبب وجوده في الغابه بيحكي لها عن ابنه وبيعرفها انه اتقتل ولقوا جثته في النهر، وامبارح كانت الذكرى السنويه ليه، وانه متعود في كل سنه يسيب قطعه ملابس من بتوعه في النهر، ودي طريقه بيحاول يتقبل بيها موته. فبتساله ابنه مات ازاي، فبيعرفها انه كان بيقابل صديق جده في مكان قريب من النهر وابنه نيسان كان معاه، ووقتها صديق جده ما جاش يقابله فقرر يحضر معرض خيري. وجات له مكالمه، ولما خلص مكالمته اتفاجئ بان نيسان مش موجود واختفى لمده اسبوعين، وبعدها لقوا جثته في النهر. والراجل اللي خطفه كان مهاجر من رومانيا واعترف وقتل نفسه قبل المحاكمه، وما قدروش يعرفوا سبب خطفه وقتله لابنهم. وبيطلب منها انهم يغيروا الموضوع، فبتبدا تكلمه عن دراستها لمعتقدات اهل الجزيره واللي بيبقوا مقتنعين ان في ثالوث الهي من 3 كهنه بيلبسوا ملابس على هيئه كائنات بحريه، وانهم بيقدموا تضحيات بشريه، وكل واحد ليه طريقه في تقديم التضحيات، منهم اللي بيحرق الاضحيه ومنهم اللي بيغرقها ومنهم اللي بيشنقها. وبتعرفوا ان اهل الجزيره مش بيحبوا يتكلموا عن الحاجات دي في الوقت ده لان ده هيبقى له تاثير سلبي على المهرجان، وبتنصحه انه لو عايز يعرف اكتر عن الموضوع ده يسال مامير عالم الاثار. وبعدها بيبقى سام بيكمل جولته في الجزيره وبيقابل راجل شكله متبهدل جدا وتعبان، ولما بيشوف الراجل بيبدا يبكي، فبيساعده سام وبيدخله لبيته، وبيكتشف ان الراجل ده هو مامير، فبيساله لو كان يعرفه، وبيبدا يدور في بيته ويشوف الاوراق اللي محتفظ بيها، وبيكتشف انه محتفظ بجريده فيها خبر وفاه ابنه، فبيخرج يساله عن سبب احتفاظه بالخبر، وبيبقى عايز يعرف هو شاف ابنه فين. وبيظهر على مامير انه مصدوم وحاسس بالذنب تجاه سام، وفي اللحظه دي بيوصل ناس من اهل الجزيره لبيت مامير فبيطلب من سام انه يهرب. وبعدها بيمشي سام في الغابه وبيتفاجئ بوجود الكرفان اللي شافه بيتحرق في الحلم، وفي اللحظه دي بيشوف الطفل فبيحاول يلحقه عشان يتكلم معاه، وبيدخل وراه الغابه فبيختفي الطفل وبيظهر راجل مقنع، فبيقرر سام انه يرجع، وبيتفاجئ بوجود مجموعه من المقنعين بيحاولوا يطاردوه، فبيحاول يهرب منهم وبيقابلوا جيسون
فبيضرب نار على المقنعين وبينقذه، وبيعرفوا ان في واحد من ولاده مات بسببه. فبيحاول سام يفهمه انه انقذ ابونا وبيترجاه ما يقتلوش وما يستسلمش لاحساس الكراهيه. فبيعرفوا ان الليل قرب وبيطلب منه انه يهرب، وبيوصل سام لغرفته في بيت مارتن وبيطلب من جيس تساعده يمشي قبل الليل عشان المقنعين بيطاردوه وعايزين يقتلوه. فبتاكد له جيس ان دول اسمهم سيجورا وان دي مجرد تقاليد من اهل الجزيره. فبيأكد لها سام ان دي مش مجرد تقاليد لانهم فعلا حاولوا يقتلوه، وبيعرفها انهم رموا عليه قطعه حديد وكان هيتصاب، وانهم كانوا بيطاردوه لولا تدخل جيسون. وبيعرفها ان ابونا ماتت، وان مامير كان محتفظ بخبر وفاه ابنه، وانه طبيب مش عالم اثار وهو اللي حقق في اسباب وفاه ابنه، وانه عمره ما قابله قبل النهارده، وانه مستغرب موت ابونا بعد محاوله الانتحار بيوم. وبيأكد لها ان في رابط بين وفاه ابنه ووفاه ابونا، وان اكيد مارتن ومراته عارفين حاجه عن اللي بيحصل. وبيفهمها ان ده ممكن يبقى من طقوس التضحيات اللي كانت بتكلموا عليها. فبتأكد له جيسون ان الطقوس اتوقفت من سنين طويله. فبيأكد لها سام ان المكان مش طبيعي، وبيقترح عليها انهم يحاولوا يمشوا من الجزيره او يلاقوا تليفون ويبلغوا الشرطه. وفي اللحظه دي بيخبط عليهم مارتن ومراته وبيطلبوا منهم انهم يخرجوا عشان يتكلموا معاهم. فبيمسك سام سكينه عشان يدافع بيها عن نفسه، وبيتفتح الباب ويتفاجئ بوجود ابونا مع مارتن ومراته. ولما بيحاول سام يفهم اللي بيحصل في الجزيره وبيأكد لهم ان مجموعه مقنعين حاولوا يقتلوه، بيدخل واحد من اصدقاء مارتن ومع المقنعين وبيقنع سام انهم مجموعه مراهقين وكانوا بيطاردوه عشان يتسلوا. فبيأكد لهم سام ان اللي كانوا بيطاردوه مش هم المراهقين دول، وانهم كانوا اضخم منهم. وبيسالهم عن السبب اللي خلى جيسون يفهموا ان في واحد من ولاده مات. فبيعرفوا انه فعلا فقد اخو ابونا في حادثه وان اعصابه تعبانه من وقتها، وبيلوم كل الناس على موت ابنه. فبيأكد لجيسون انه شاف احداث دمويه في الجزيره دي وانه متاكد ان في حاجه غريبه بتحصل. فبتساله عن اللي شافه، فبيعرفها انه شاف حلم، وبينفعل وبيحاول يعرف من ابونا لو انها خايفه من حاجه في الجزيره. فبتعرفه انها خايفه منه هو. وبعدها بيخرج سام مع جيس وبيبدا يحكي لها عن اللي حصل بعد وفاه ابنه، وبيعرفها انه اتشخص بمرض اضطراب ذهاني، وانه كان بيشك في كل اللي حواليه انهم اتسببوا في موت ابنه، وانه كان جواه غضب شديد مع انه كان بيظهر العكس طول الوقت. فبتحاول جيس انها تواسيه، فبيسألها عن ابونا، فبتعرفه انها بخير وان هو السبب لانه انقذ حياتها، وبتعرفه ان الطريق هيفتح في خلال 20 دقيقة، وبتبقى عارفة انه لازم يرجع ولكن بتتمنى انه يفضل معاهم ويحضر المهرجان. وبعدها بيقرر سام انه يمشي، وفي نص الطريق بيبدا يجيله رسائل كتير على تليفونه من كاس. فبيقف وبيبعت لها وبيعرفها انه في مكان ما فيش فيه ارسال، وبيبلغها انه هيبات الليله دي كمان. وبيرجع لبيت مارتن، ولما بتشوفه جيس بتفرح انه رجع. وبالليل بتيجي ابونا وبتعتذر له وبتطلب منه يفضل معاها، وبتبدا احتفالات المهرجان. وبعدها بيتمشى في الغابه وبيوصل لمكان الكرفان، وبيلاحظ ان الرسوم اللي عليه شبه الرسوم اللي في صوره الراجل اللي قتل ابنه. وبيرجع سام لتجمع اهل الجزيره، وبيجي مارتن ومراته وبيلاحظوا انهم سكرانين. فبيعرفوا ان لاري بيدور عليه عشان يقتله بسبب اللي حصل مع ابونا، وبتطلب منه ميس مارتن يجي معاها وهي تحاول تحميه. وبتاخده المكان بعيد في الغابه وبتسيبه وبترجع، وبيتخيل ان بطنه مفتوحه. ولما بيفوق بيشوف واحد مقنع قدامه وبيبقى شاكك انها ابونا، لكن بيتصدم لما بيتشال القناع وبيكتشف انه لاري، وبيضربه بحديده وبيحط له غمامه على عينه. وبياخده للبيت الكبير وبيبداوا يعملوا طقوس غريبه وبيرموا عليه نبيذ ودم. وبيسال رجل الدين لاري لو ان حد شافه لما خطفه، فبيأكد له ان ما حدش شافه وانهم كده ممكن يقتلوه. فبيتدخل حاكم الجزيره وبيأمرهم انهم يحموه ويحافظوا عليه. فبياخدوا لاري لغرفه تانية وبيسيبه مقيد فيها على كرسي، وبيقابل مامير اللي بيحاول يفوقه. وبعد شويه لما بيفوق بيحكي له اللي حصل، فبيعرفوا انهم كده عمدوه عشان يدخل في عقيده اسوس. وبيبقى سام مش فاهم ايه علاقته بكل اللي بيحصل ده. فبيعرفوا مامير ان جده كان هو حفيده شارنجتون واللي كان المفروض يحكم الجزيره، ولكن قرر يهرب عشان يبعد ولاده واحفاده عن الجزيره. وفي الوقت ده بيدخل لاري وبيمنع مامير من انه يتكلم مع سام، وبيبدا يعذب سام وبيعرفه انه مش موافق انه يحميه، وبيكتم صوته وبياخده المكان مهجور. وبيعرفه انه ما يهموش مين ابوه، وبيجهز عشان يغرقه في البحيره. ولما بيحاول يقرب منه بيضربه سام فبيفقد الوعي. وبعدها بيقدر يفك خيوطه وبيهرب وبيروح على البحر، وبيحاول يلاقي الجسر عشان يرجع للبر تاني. فبتغرس رجليه في الطين، والصبح بيصحى فبيلاقي نفسه على الشط. فبيرجع للجزيره عشان ياخد عربيته ويمشي، وبيحاول ما يعملش اي صوت عشان ما حدش يشوفه. وبيلاقي صياد من اهل الجزيره فبيقرر يهرب قبل ما يشوفه، وبيروح على الجسر وبيجري عشان يوصل للبر التاني. فبتزيد الميه على الجسر وبتغطيه وبيحاول يعوم ومش بيقدر. وفي الوقت ده بتوصل جيس وبتطمنه انها بتحاول تساعده، وبترجع للجزيره. فبيعرفها ان لاري يحاول يقتله ولازم يلاقي طريقه يخرج بيها من الجزيره. فبتجيب له جيس شنطته اللي فيها فلوس، وبتعرفه انها لقيتها في غرفتهم، وان المبلغ اللي فيها 40,000 اللي كان بيكذب وبيقول انهم اتسرقوا منه واتهم فيهم شخص تاني. وبتبقى شاكه انه بيعمل كده بسبب الاضطراب اللي حصل له بعد وفاه ابنه، وبتبقى مقتنعه ان كل ادعاءاته ان في اشخاص بيطاردوه بتحصل بسبب اضطراباته النفسيه. فبيحاول يفهمها انه حقيقي في ناس بيطاردوه وبيوريها الحبل اللي في ايده. فبتتعاطف جيس معاه، فبيطلب منها انها تساعده
تساعده يخرج من الجزيره. فبتوصله جيس للبيت اللي كان فيه مامير، وبتروح تطلب مساعده مارتن ومراته، ولما بيوصلوا بيوعدوه انهم هيساعدوه. فبيسالهم عن اللي بيحصل له، فبيعرفوا مارتن ان حاكم الجزيره مش ممكن يموت غير لما يلاقي وريث ليه، وبيفكروا بصديق جده اللي طلب مقابلته لما ابنه اتخطف، وبيعرفوا ان صديق جده هو حاكم الجزيره، وبيعرفوه انه من وقت ما بقى حاكم الجزيره والوضع بيزيد سوء بسببه، وبيأكدوا له انهم كان بيدوروا على وريث لمده سنين لحد ما وصل هو وابنه. فقرروا انهم يخطفوا ابنه عشان يقدروا يقنعوه انه ياخد منصب حاكم الجزيره، وده لانهم كانوا محتاجين لحد من نسل تشارنجتون يحكم الجزيره، لان من بعد هروب جده والامور اتدهورت في الجزيره والعالم كله. فطلبوا من المهاجر الروماني انه يخطف الطفل مقابل انهم يسيبوه يعيش هو واسرته في الجزيره، وانه للاسف الشخص ده كان مضطرب وما عرفش يتعامل مع الطفل. فبيسالوا سام من صاحب فكره انهم يخطفوا ابنه، فبيعرفوا مارتن ان هو صاحب الفكره وانه ندم بعدها ندم شديد. فبينفعل سام وبيبقى عايز يعتدي على مارتن، فبتحذره مس مارتن انه يسيب الغضب يتمكن منه. فبيعرفهم انهم عايشين في اوهام ومؤمنين بحاجات غريبه والهه مزيفه، وبينهار لما بيفكر ان ابنه مات بسبب العبث اللي هم مؤمنين بيه، وبيعرفهم انه لازم يخرج من الجزيره وهيذبح نفسه لو فكر يرجع مره تانية، وبيقتنعوا انهم يساعدوه على الخروج من الجزيره. ولما بيخرجوا بيحاول مارتن يفهمه ان اوسي هي قلب العالم النابض ومحتاجه الحاكم يرعاها. فبيسالهم عن ايبونا، فبيعرفوا انها مفقوده وانه لازم يتحرك لو عايز يخرج من الجزيره. ولما بيتحركوا بيكتشفوا ان كل سكان اوسي بيدوروا عليه. فبتطلب مس مارتن من جيس ومارتن انهم يتحركوا قدامهم وهم هيبقوا وراهم، وبتقرر تغير طريقها مع سام، وبتعرفوا انها مأمنه مارتن على حياتها بس مش تقدر تأمنه على سلامته، لانها عايزه فعلا تساعده يخرج بره الجزيره وشايفه موت ابنه كفايه عليه. ولما بيمشوا في الغابه بتقابلهم اشجار كثيفه، فبتطلب منه مس مارتن يفضل في مكانه وهي هتروح تراقب الطريق وترجع له. ولما بتسيبه بيشوف الطفل اللي كان مع ايبونا، فبيقرر يمشي وراه، وبيوصل الطفل لكنيسه قديمه وبيدخلها. فبيدخل سام وراه وبيلاقي لوحات غريبه على جدران الكنيسه، وبيتفاجئ لما بيشوف صورته ضمن اللوحات دي، وبعدها بيتصدم لما بيشوف ايبونا مقتوله ومتغطيه. وفي اللحظه دي بتدخل مس مارتن ومعاها بندقيه وبتطلب منه يبعد عن البنت، فبيأكد لها انه ما عملش كده. فبتعرفه ان هي اللي عملت كده في نفسها، وده لانها قررت تقدم نفسها قربان للآلهة اللي في الغابه، وانها عملت كده عشان تحمي سكان الجزيره، وانها حاولت الانتحار قبل كده لنفس السبب، والآلهة قبلوا تضحياتها وجابوه للجزيره وهو اللي رفض يفضل معاهم. فبينهار سام لما بيعرف انها عملت في نفسها كده عشان عايزاه يفضل في الجزيره. فبتأكد له مس مارتن انهم كلهم عايزينه يفضل معاهم وهو اللي رافض، وعشان كده هي شايفه ان لاري كان عنده حق في انه يموته. فبيستغرب انها عايزه تقتله عشان مصالح الجزيره وحاكمها العجوز. فبتعرفه ان حاكم الجزيره مش هو الراجل العجوز وان ابنه هو الحاكم، وبتأكد له ان الطفل اللي شافه مع ايبونا هو نيسان ابنه. فبيسألها عن الجثه اللي استلمها، فبتعرفه انها جثه اخو ايبونا اللي مات في حادثه، وانه كان في نفس عمر ابنه، وانهم خلوا مامير هو اللي زور الورق. وبتعرفه انه ممكن يموت وهو مرتاح لان ابنه عايش، فبيطلب منها انه يشوفه. فبتعرفه ان ده مش ممكن، وبتطلب منه يبعد عن ايبونا عشان ما يلوثش اللي هي عملته، وبتاخده المكان بره الكنيسه عشان تتخلص منه. فبيترجاها يشوف ابنه وبيحاول يقاومها، فبتخرج رصاصه من البندقيه وبتتسبب في قطع اسلاك الكهرباء وبيفقدوا الوعي هما الاثنين. فبيحاول سام انه يتماسك وبيقدر يهرب، وبيروح للبيت الكبير فبيقابله جيسون، فبيهدده بالسكينه وبيعرفه انه مش هيمشي من الجزيره من غير ما ياخد ابنه معاه. فبيطمنوا جيسون وبيعرفوا ان في مركب مستنيه على الشط عشان يوصله، وبيطلب منه انه يمشي ويبلغ البوليس، وبيوعده انه هيهتم بابنه لحد ما يرجع ومعاه الشرطه. وبيوصل للشط وبتقابله جيس وبتساعده انه يوصل للمركب، ولما بيتحركوا بالمركب بيتعطل وبيغرس في الطين. فبيحاول سام انه يحرك المركب، وفي الوقت ده بيبقى اهل الجزيره متجمعين عشان يحاصروه، وبيتصدم لما بتهدده جيس بمسدس. وبتعرفوا ان اهل الجزيره يعرفوا جوزها وممكن يبلغوه انها كانت معاه في نفس الغرفه، وده هيخليه يمنعها من انها تشوف بناتها، وعشان كده قررت تساعدهم انه يفضل على الجزيره. فبيترجاها سام انها تسيبه يخرج، فبتعرفوا انها بتعمل كده عشان بناتها وبترجعه للجزيره. ولما بيوصل بيقرر حاكم الجزيره انه ينتحر، وبيسمحوا له انه يروح للبيت الكبير وبيقابل ابنه وبياخده في حضنه، وبيبدا الجراد يسيب الجزيره. وبعد شهور بتوصل هيلين الطبيبه البيطريه مع بناتها إلي وتالولا لجزيره اوسي، وبتبقى حاجزه كوخ وعايزه تقضي الاجازه مع بناتها في الجزيره. ولما بيشوف بناتها الجسر اللي في وسط البحر بيظهر عليهم انهم بداوا يقلقوا، فبتعرفهم انه جسر اسمنتي بنوه الرومان من سنين، وبتوعدهم انهم هيقضوا وقت جميل في الجزيره. ولما بيوصلوا للجزيره بيظهر على إلي انها خايفه انهم يفضلوا محبوسين فيها، وبيوصلوا للكوخ اللي حجزته هيلين عشان يقضوا فيه اجازتهم، وبتنزل عشان تحاول تفتح الكوخ وبتسيب البنات في العربيه، وبتلاحظ وجود اطباق ملح قدام باب الكوخ. وفي اللحظه دي بيوصل ألان ملك الكوخ، فبتعرفوا انها حجزت الكوخ عن طريق النت عشان تقضي فيه الاجازه هي وبناتها. فبيعرفها انهم مش هينفع يدخلوا الكوخ النهارده، فبتعرفوا انها جايه من لندن ودفعت له الفلوس قبل ما توصل. فبيعرفها انه هيرجع لها الفلوس لانه مش عايز مشاكل. وبتروح هيلين عشان تحاول تقنع ألان ووالدته مارجريت انهم يسمحوا لها تدخل الكوخ لانها جايه من سفر ومعاها بناتها.
حاسين بالجوع والبرد، فبتطلب منها مارجريت تمشي قبل ما الجسر يتقفل، وبتعرفها انهم بطلوا يأجروا الكوخ، وبيحاول ألين يفهمها انهم بيعملوا كده لمصلحتها. فبتتضايق هيلين لما بتحس انهم مش عايزينها تدخل الكوخ بسبب انها من اصول افريقيه، وبتهددهم انها تبلغ عنهم، وبتعرفهم انها تفضل في الجزيره الليله دي مهما حصل. وبتقرر هيلين انها تدور على مكان تاني عشان يباتوا فيه، وبيظهر ان بناتها مش موافقين، فبتوعدهم انها لو ما لقيتش مكان مناسب في خلال ساعتين هيرجعوا تاني قبل ما الجسر يتقفل. وبتوصل لفندق، ولما بتدخل بتشوف جاني ملك الفندق وفي 2 بيهددوه ومصاب في راسه، فبيعرفها انه مجرد سوء تفاهم وان الشابين دول طيبين. ولما بتطلب منه انها تبات عنده في الفندق بيرفض، وبيعرفها انهم قافلين، فبتساله امتى يفتحوا، فبيعرفها انه قفل الفندق للابد. وبتلاحظ الاصابه اللي في راسه، فبيعرفها انه اتخبط، فبتعرض عليه انها تعالجه. وفي الوقت ده بتنزل إيلي من العربيه وبتقابل لاري، وبيسألها عن سبب وجودها على الجزيرة، فبتعرفه ان والدتها عامله لها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها لانها بتحب الآثار، فقررت تقضي معاهم الأجازة على الجزيرة. فبيوريها لاري سلسلة هو لابسها، وبيعرفها انها من العصر الساكسوني وعمرها حوالي 1000 سنة، وبيعرفها انها أغلى حاجة على الجزيرة، وبيعرض عليها تاخدها. وبتكمل هيلين علاج جرح جاني، وبتعرفه ان الإصابة شديدة، فبيسألها عن وظيفتها، فبتعرفه انها دكتورة بيطرية. فبيسألها عن سبب مجيها لجزيرة أوسي، فبتعرفه انها جاية عشان تقضي الأجازة مع بنتها لانها بتحب الآثار، وبتترجاه يديها غرفة في الفندق لانها عايزه تسعد بناتها. فبيعرفها انها لو عايزه تسعدهم فعلا لازم تمشي. وبتشوف بنتها إيلي مع لاري، فبتخاف عليها وبتخرج بسرعه، وبتتخانق معاه لانها فاكره انه بيحاول يأذيها، وبتهدده انها تبلغ الشرطه. وبترجع العربيه وبتنفعل على بناتها بسبب اللي حصل، فبتحاول إيلي تطمنها ان لاري ما كانش بيحاول يأذيها، فبتنفعل عليها وبتعرفها انه شخص غريب، وانها حذرتها قبل كده من انها تحتك بالاغراب. وبعدها بتلاقي هيلين حجز لكوخ تاني، فبتاخد بناتها وبيروحوا، وبيتصدموا لما بيلاقوا مكان مهجور، ولكن بتضطر تدخل لان تالولا بتبقى محتاجه تدخل الحمام. ولما بيدخلوا بيلاحظوا ان الكوخ فيه غرفه عمليات وغرفه ثالثه فيها خروف على كرسي، وواضح انه معمول عليه طقوس غريبه. ولما بيحاولوا يخرجوا بيلاقوا صاحب البيت داخل، فبيحاولوا يستخبوا، وبيخرج صاحب البيت عشان يقابل جيسون اللي بيطلب منه انه يبقى في صفهم، وبيخرجوا عشان يجيبوا واحده من العربيه. وفي الوقت ده بتقدر هيلين تهرب مع بناتها، وبتوصل للمكان اللي كانت سايبه فيه العربيه، فبتكتشف انهم سرقوها. وبتطلب من إيلي انها تديها تليفونها، فبتعرفها انها سابت التليفونات في العربيه. ولما بتشوف بناتها حاسين بالبرد بتقرر تقتحم بيت عشان يحميهم من البرد لحد ما الجسر يفتح ويرجعوا. وبعد شويه بتلاحظ ان درجه حراره تالولا نزلت جدا، فبتقرر انها تاخدهم لمكان تاني يبقى ادفى. وبيوصلوا لبار مارتن، وبتطلب من بناتها انهم يقربوا من الدفايه، فبيجي مارتن وبيعرفها انهم بطلوا يأجروا غرف، فبتعرفوا انها تقعد لحد ما الجسر يفتح مهما حصل لانها خايفه على بناتها من البرد. وفي الوقت ده بتتدخل ميس مارتن وبتعرفها انها تقدم لهم اكل وهتسمح لهم يناموا في البيت. فبتسالها هيلين هم هنا في امان لانها خايفه بسبب انها شافت جريمه خطف وغرفه فيها ادوات جراحه. فبتعرفها ميس مارتن ان دي حاله ولاده مش اكتر، وبتعرفها ان عربيتها ما اتسرقتش وانهم غيروا مكانها عشان يفتحوا الطريق. وبتوعدها انها تكلم داني عشان يرجع لها في خلال ساعه، وبيقدموا لهم اكل، وبتيجي العربيه وبياخدوا منها شنطهم وبيطلعوا عشان يناموا. وبتطلب من تالولا انها تسيب التاب عشان تنام، وبتبقى حاطه صورتهم مع والدهم على التاب، وبيظهر ان سام هو والدهم. وبعدها بتصحى هيلين على صوت صرخات، ولما بتنزل بتشوف جيس وهي بتصرخ لانها متعثره في الولاده. وبيبقى اهل الجزيره متجمعين حواليها، وبتعرفهم ميس مارتن ان وضعيه الجنين غلط ولازم تروح لدكتور. وفي الوقت ده بتدخل هيلين وبتعرفهم انها تقدر تساعدها، وبتبدا فعلا تحاول تعدل لها وضعيه الجنين، وبتساعدها انها تحاول تولد ولاده طبيعيه. وبتطلب منهم انهم يجهزوا لها مكان عشان تولد فيه. فبتدخلوا معاها جيسون، وبتطلب منها جيس تسيبها مع جيسون لوحدهم، وبتعرفها انها لو احتاجت لها تنادي عليها. ولما بتخرج هيلين بتعرفها ميس مارتن ان الطريق مفتوح وتقدر تمشي دلوقتي، وبتدخل عشان تتكلم معاها، فبتتجاهلها وبتخرج. وفي الوقت ده بيدخل مارتن وبيشكرها على اللي عملته، وبيوعدها انه هيقدم لها اي حاجه مقابل اللي هي عملته. فبتخرج صوره سام وبتساله عنه، وبتعرفه انه جوزها ومتغيب من شهور، وانه مريض نفسي واختفى قبل كده مده قصيره ورجع. فبيأكد لها مارتن انه ما شافوش قبل كده، وانه متاكد انه لو كان شافه كان هيفتكره. وبيوعدها انه يعرض صورته على باقي سكان الجزيره عشان يتاكد منهم لو كانوا شافوه او لا. وبيرجع مارتن بعد شويه وبيعرفها ان ما حدش شافه من اهل الجزيره. وفي الوقت ده بيكتشفوا ان جيس هربت، فبيقرروا انهم يدوروا عليها. وبتعرفهم هيلين انهم لازم يلاقوها لانها في حاله ولاده ومش تبقى بخير وهي لوحدها. فبيطلبوا منها تنضم لهم وتدور عليها معاهم، وبتروح مع واحد من زوار المهرجان عشان تدور على جيس في فندق جاني. وفي الوقت ده بتكتشف ان جاني ظهر عليه التعب، فبيتساعده انه يفوق. وبيعرفها ان محدش من سكان الجزيره كان عايز ده يحصل، وان سام هو السبب. فبتروح هيلين لمارتن وبتتهمه انه بيكذب عليها لان جاني عرفها ان سام كان موجود في الجزيره. فبيحاول يقنعها انها ما تاخدش بكلام جاني لانه سكران ومش في وعيه، وبينكر ان سام موجود.
فبتتدخل مس مارتن وبتعرفها ان مارتن بيكذب، وان سام كان موجود في الجزيره وقت المهرجان وعمل تصرفات ضايقت سكان الجزيره ومشي من 3 شهور. فبتسال مارتن هو ليه كذب عليها، فبيعرفها ان سام كان في الجزيره ومعاه واحده وعشان كده حاول يخبي عليها انه شافه مراعاه لمشاعرها. فبتسالهم لو كانوا عارفين هو راح فين، فبتعرفها مس مارتن انهم عارفين بس مش هيقدروا يقولوا مكانه. فبتقول لهم انه ساب البيت من شهور واخد معاه فلوس وكان عليه ديون وقروض وعمل حاجات غير قانونيه لانه مش في حالته العقليه الطبيعيه، وبتاكد لهم انه بيحب بناته ولكن سابهم في حاله فوضى. فبيأكد لها مارتن انه من وقت ما مشي من 3 شهور ما سمعوش عنه حاجه تاني، وبتنصحها مس مارتن انها ترجع وتحاول تبدا حياه جديده وتنساه، وبتعرفها ان الطريق هيفتح بعد 10 دقايق. فبتدخل عشان تاخد بناتها وتمشي. فبتعرفها إيلي انها عايزه تفضل في الجزيره لانها وعدتها انها تحتفل بعيد ميلادها هنا. فبتنفعل عليها هيلين وبتطلب منها تركب العربيه. ولما بتوصل هيلين للجسر بتشوف جيس وهي نازله للبحر وبتحاول تنتحر، فبتقرر تساعدها وبتخرجها وبتحاول تهديها وبتدخلها الكوخ على البحر وبتبقى في حاله ولاده. فبتساعدها وبتولد جيس وبتبقى الطفله في حاله كويسه، وبتردد جيس ان الطفله مهمه جدا بالنسبه لها. وبعدها بتقرر هيلين تهتم بيها وبتعملها شاي. فبتشكرها جيس انها ساعدتها وبتسالها عن التاريخ. فبتعرفها ان النهارده 14 في الشهر. فبتعرفها انها ولدت بناتها الثلاثه في نفس التاريخ، وبتسالها لو ان جيسون هيبقى سعيد لانه جاله طفله. فبتعرفها جيس ان جيسون مش هو ابو البنت وان سام هو ابوها، وبتعرفها انها كانت علاقه عابره وانهم ما كانوش مخططين ان ده يحصل وان ده قدر وهي مؤمنه بالاقدار. وبتحاول هيلين تخبي صدمتها، فبتطلب منها جيس تنادي لها سام من البيت الكبير لانها ما كانتش بتتكلم معاه الفتره الاخيره بس دلوقتي عايزاه يشوف بنته. وبتقرر هيلين تروح لسام وبتطلب من إيلي وتالولا انهم يفضلوا مع جيس ويبقوا حريصين في الكلام معاها وما يعرفوهاش اي معلومات عنهم. وبتخرج إيلي فبتقابل كايل بنت جيس وبتقنعها تروح معاها المكان اثري في الغابه. وبتوصل لكنيسه قديمه وبتعرفها ان المؤمنين اللي زيهم كانوا بيجوا للمكان ده عشان يتعبدوا في الوقت اللي كانوا بيتعرضوا فيه للاضطهاد. وبتفهمها ان اوسي لازم يبقى فيها توازن بين الخير والشر عشان العالم كله يبقى متوازن. وبتعرفها ان السلسله اللي اخذتها من لاري هي عظم من كف طفل صغير، وان الاطفال دول اتقتلوا سنه 535 ميلاديا، وان سنه 991 كان في مذبحه في اوسي، وفي 1888 وصلت شارجنتين بعد ما كان بيتجول في شوارع لندن ومعروف باسم جاك السفاح، وده لانه كان بيقتل الستات. فبتسالها إيلي ان كان المكان ده خطر، فبتاكد لها كايل ان اوسي مش خطر وانها لو قدرت تحبها هتفهم الناس وهيفهموها. وفي نفس الوقت بتبقى تالولا مع جيس وبتعرفها انها عندها اخ تاني غير إيلي اسمه نيثان. فبتساله هو فين، فبتعرفها تالولا انهم مش بيحبوا يتكلموا في الموضوع ده. وبتقرر جيس تهدد تالولا وبيبقى معاها سكينه، وبتعرفها ان الطفله دي هي اللي هتبقى قائده الجزيره وانها لازم تكبر من غير ما يحصل لها حاجه وتاخد مكانها المناسب. فبتخاف تالولا وبتهرب منها. وفي الوقت ده بتوصل هيلين للبيت الكبير وبتقابل سام وبتبدا تلومه انه سابهم طول الفتره دي. فبيعرفها انه اضطر يقعد في الجزيره مع نيثان ابنهم، ولما بتتصدم من كلامه بيفهمها ان ابنهم كان في الجزيره وانه حفيد مؤسس الجزيره واهل الجزيره دول الحكم، وبيطلب منها تدخل معاه للبيت الكبير عشان تشوف ابنهم. وفي الوقت ده بتوصل ميس مارتن وبتعرفوا ان جيس ولدت بنت وانها كده هتهدد سلطته. فبيطلب منها تسمح لهيلين انها تشوف نيثان، وبتدخل هيلين للبيت الكبير وبتشوف نيثان وبيبقى عارف انها والدته. فبتساله مين كان بيهتم بيه، فبيعرفها ان سام هو اللي كان بيهتم بيه، وقبل ما يوصل للجزيره كان كل اهل الجزيره بيهتموا بيه. فبتخرج هيلين وهي مصدومه وبتبقى متاكده ان الولد ده مش ابنها، وبتعرف سام ان ابنهم اتخطف من 10 سنين وعمره وقتها كان 6، يعني في الوقت الحالي مفروض يبقى عنده 16 سنه، والطفل اللي هي شافته مستحيل يبقى عنده 16 سنه، وكمان لون بشرته مختلف عن لون بشره ابنهم. فبيحاول سام يقنعها ان المكان هنا ممكن يبقى تسبب في ان ابنهم ما يكبرش وان لون بشرته يتغير، ولكن بيأكد لها ان لون عينيه لسه مش زي ما هو وان لون شعره ما اتغيرش. فبتتضايق هيلين من كلامه وبتعرفه انه بيحاول يعمل كده عشان يهرب من احساسه بالذنب، وانها كانت متعاطفه معاه لما اتهم الشرطه انهم متسترين على حاجه تخص جريمه ابنهم وتعدى على المهاجر الروماني اللي ما كانش له ذنب، ولكن دلوقتي فقدت تعاطفها معاه لانه بيتمادى، وبتتهمه ان هو اللي تسبب في ضياع ابنهم، وده لانه ساب طفل عمره 6 سنين وانشغل في مكالمه مدتها اكتر من 23 دقيقه ونسي ابنه لانه كان بيكلم واحده من عشيقاته. فبيحاول يقنعه انه عايز يفضل مع اولاده. فبتعرفه انهم ما بقوش اسره وان انفصالهم متاجل بس لانه رفض يمضي على ورق الطلاق. فبيسالها هي جايه ليه، فبتعرفه انها جايه عشان الفلوس اللي اخدها وهرب، وبتعرفه انها تخسر بيتها بسبب القرض اللي ما قدرش يسدده. فبيعرفها انه لسه بيحبها وبيطلب منها تفضل معاه. وفي الوقت ده بيبقى مجموعه من سكان الجزيره بيجهزوا اسلحتهم عشان يتخلصوا من سام لانهم عايزين جيس هي اللي تبقى القائده. وبتبدا مس مارتن تعترف لهيلين بالحقيقه وبتعرفها ان الطفل مش ابنها وانه ابن واحد من قرايب سام، وانهم حاولوا يقنعوه بالحقيقه وهو رفض. وبتعرفها ان ابنها مات بعد ما امروا بخطفه بايام وانهم رموا جثته في البحر. وفي الوقت ده بيوصل واحد من اللي في صف سام
وبيطلب منهم يبداوا يتحركوا لان الناس اللي في صف جيس جايين على البيت الكبير. فبتغضب ميس مارتن وبتطلب من سام انه يحاول يتصرف لان جيس بتدمر الجزيره. وبعد شويه بيوصل جيسون وبيقترح عليهم جاري انهم يهربوا. فبتعرفهم ميس مارتن انهم مش لازم يسيبوا البيت ده. فبيقرر مارتن انه يخرج عشان يتكلم مع جيسون فبيقتله. وبيقدر سام يهرب مع هيلين والطفل وبيوصل لمكان بيبقى مستخبى فيه اتباعه. وبعدها بيجي جاري وبيبلغهم ان جيس عايزاهم يتكلموا مع إيلي في مكان بعيد وبتوعدهم انها مش هتراقبهم. وبتبقى جيس اقنعت إيلي انهم اسره واحده وبتطلب منها انها تواجه والدتها لانها كدبت عليهم وفهمتهم انهم جايين للجزيره عشان يحتفلوا بعيد ميلادها وهي جت بس عشان تاخد الفلوس من سام. وبتحاول إيلي تفهم هيلين ان الجزيره مكان مميز. فبيفرح سام بكلامها وبيعرفها ان اخوها عايش معاه في الجزيره. فبتتدخل هيلين وبتعرفها ان اللي بيقوله سام كله مش حقيقي وانه بيبالغ في حزنه لدرجه انه بيتخيل ان نيثان عايش. فبتغضب إيلي وبتعرفها انها مش من حقها تكره والدهم لانه بيحس بالحزن وانها عكسه تماما لانها زي الحجر. لكن هيلين بتحاول تفهمها انها بتعمل كده عشان تقدر تهتم بيها هي واختها. فبتعرفها إيلي انها مش عايزه تسيب الجزيره وبتساعد لاري انه يوصلهم. وبتحاول تطمنهم ان جيس وقعدتها انهم مش هيتاذوا. وبيوصلوا المكان تجمع اتباع جيس وبتعرفهم على بنتها ايبونا اللي هتبقى قائده اوسي في المستقبل. وبتعرفهم ان اوسي لما هتبقى بخير العالم كله هيبقى بخير. وبتوعدهم انها تهتم بيهم لحد ما ايبونا تبقى القائده. وبتعرفهم ان كلهم هيقدروا يعيشوا في امان مع بعض على الجزيره. وبتقرر انها تتخلص من ميس مارتن. فبتأمر جيسون انه ياخد إيلي. وبتسالها هيلين عن تالولا فبتوعدها انها مش تاذيها هي او بناتها. وبتعرفها انها تسيبها تمشي بس مش دلوقتي. وبتطلب من لاري يحتجزهم في الفندق. ولما بيوصلوا للفندق بيحاول سام يعتذر لهيلين وبيعرفها انه جه الجزيره دي لانه حاول ينقذ بنت في عمر بنتهم ليلى. وبيتفاجئوا لما بيلاقوا تالولا مستخبيه تحت السرير. وبتخرج وبتطلب منهم يرجعوها للبيت. فبتطلب منها هيلين انها تحاول تفك الحبال من ايديهم. وبيوصلوا للمكان اللي فيه إيلي. فبتطلب هيلين من سام انه يدخل ويتخلص من جيسون عشان يجيب بنته لانها مش عايزه تخسرها زي ما خسرت اخوها. وبيدخل سام وبيقتل جيسون وبياخد سلاحه وبيروح للكنيسه عشان ينقذ نيثان. وبيقتل لاري وبياخد الفلوس اللي بيبقى شايلها في الكنيسه. وبيدي الفلوس لهيلين وبيطلب منها تاخدهم وتاخد البنات وتروح للشط وتحاول تستخبى لحد ما يطلع الفجر عشان تنحصر الماء عن الجسر وتقدر تخرج من الجزيره. وقبل ما بتمشي بيسلم عليها نيثان وبتتاكد انه ابنها. وبيطلب منها سام انها تمشي وهو يفضل في الجزيره مع ابنه. ولما بتوصل للبحر بتلاقي جيس بتطاردها. فبتقرر انها تاخد مركب صغير وتعوم وهي شداه بالبنات لحد ما بتوصل للبر التاني وبتنجح انها تخرج من الجزيره مع بناتها. وبيخلص المسلسل. وبيبقى كتب الفيديو ده شيماء محمد وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني ومنتجه كريم طاهر. سلام.